وفي ال في 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 ال في ال في ال في الصحاح الإسلامية الشيعية والسنية. لا يوجد أي نص آخر غير هذا النص فيما يتعلق بالخلافة يا أخي. لا ولكن كلامك يا دكتور موفق لو ننظر إلى مغزى كلامك، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقول لا إنما لما قلته لما تقول المسلمين لم ينضجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير القرون قرني ثم الذين يلون. الدليل أنه هؤلاء لم ينضجوا، يعني حروب الردة حدثت، حروب الردة على المرتدين وهؤلاء المنضجين وهم الذين ارتدوا عن الإسلام. طيب لحظة، المسلمون إذا يعني أنت تقول ما يقوله الخميني بالنسبة من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يترضى عنهم، يقول المهاجرون والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبعد ذلك يقول وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. أنت تقول هؤلاء لم ينضجوا، وهذا مذهب الشيعة، وبل يكفرونهم أيضا ويقولون ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3. طيب إذا فين هذا؟ هذا في كتب الشيعة. لا طيب هذا في أصول الكافي، هذا الافتراء. طيب شوف يا أخي، هذا الكلام ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الكافي من أصح كتب الشيعة. هو هذا الافتراء. أنت عندك الكتاب؟ نعم. تقدر تجيبه؟ أنا هلا أجيب لك، مش أجيبه، جيبه معي. لحد ما تجيبه خلي كم مرة. لا في نقاط مهمة. إذا هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يربي أصحابه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام للقرآن الذي ترضى عنهم ووعدهم بجنات. إذا المسلمون وصلوا إلى هذا النضج، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن كتابة الوصية لما رآهم ولما رأى النص القرآني لما يقول القرآن وأمرهم شورى بينهم، أنت تقول لم ينضجوا. سبحان الله، هذا اتهام للدين. وبعدين أنت تقول هذا الكلام نزل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الرسول، هذا البيت بيت الرسول وساكنوا هذا البيت أزواجه أولا. وفي كلام العرب لما نقول أهل البيت أي ساكنوا البيت، أهل المذهب أي أصحاب المذهب. ولما نحن نقول أهل البيت أول من يدخل يعني وفي القرآن لم يورد أهل البيت إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أبو منتصر لحظة بس خلي يا أخي، أنا حقيقة أناقش الفكرة الناضجة اللي طرحها الدكتور. ناقشوا كل الأفكار لأن هي النقطة الرئيسية بينكم وبين البوشي الآن. لا، النقطة اللي طرحها قال أنه المسلمين ترك أمر المسلمين إلى المسلمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دكتور أعطاهم منهج لاختيار هذا الخليفة الذي يلي بعده. طبعا مبدأ الشورى، مو هذا الذي جوابك صح؟ مبدأ الشورى هذا هل اعتمد بكل ما اعتمد طبعا في أي مرحلة؟ هل اعتمد مثلا في السقيفة؟ بشكل جدا بدائي. أنا أعتقد أن السقيفة عصمت دماء المسلمين. جاءت فلتة ولكنها عصمت دماء المسلمين، ولكنها فلتة خطأ كان لم يكن خطأ. فلتة بمعنى خطأ. لا يعني مثلا فلتة عصر يا أخي ليش تخرج من يعني جاءت بتدبير كأنها رمية ثم تقول من غير تدبير مسبق. صحيح، ولكن كانت فلتة. طيب نحن بعد السقيفة، بعد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، اعتمد المسلمون بعد ذلك الشورى يعتمدوها تعيين عمر الفاروق جزئيا. أنا أسأل كيف يا أخي جزئيا؟ لأنه عينه الخليفة الأول رشحوا وأنا أختار أن رشحوه، ويعني لا عينه يا أخي. إذا لم تكن بيعة المسلمين لم تقع. إذا لم يبايعوا المسلمون من بينهم سيدنا علي كرم الله وجهه لما وقعت المرحلة الثالثة بعد ذلك تشتت الرجال لا تشتت البعض. لأنه دكتور موفق يا دكتور موفق اسمعني أعطيني فرصة يا دكتور لحظة بس. أنت تسأل حسن مكي والإخوان عن ما جرى في عهد الخلفاء الأربعة بعد ذلك، لأنك تريد أن تقول أن الرسول لم يترك الأمر شورى للمسلمين، أليس كذلك؟ أي نعم. فلنعد يعني أنت تحب تستدل من ذلك على أنه لم تكن هناك تقاليد شورية ولا أمر بترك الأمر للشورى، صح؟ فإذا تريد أن تؤكد على النقطة الأولى أن هذا لا يعني أنه أنا لا أؤمن بالشورى فيما بعد أنه الأمة لا إذا أنت تقول بشكل رئيسي الشورى فيما دون الأمر المهم. أنت تقول
الرسول نص الدين إذن من أصل الدين النص على ولاية علي. نعم صح؟ نعم. إذن أصل المذهب الشيعي هو هذا الأمر. صحيح بالضبط. هذا يخالف الشورى، هذا يخالف الشورى 100%. وأمرهم شورى بينهم هو توصية يعني معنوية، توصية أخلاقية، إنما ليس أمر فرض. طيب ما دليل طيب ليس كذلك. طيب ما أهمية شورى بينهم؟ سؤال. إنما هو قضية أخلاقية. أنا عاوز أساعدك حتى توضح. أريد أن أساعدك حتى توضح. أنا أبو منتصر الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالشورى في الأمر يا أخي. أنا أتيك بعد لحظات. نعم. أنا أريدك أن تشرح الأمر للمشاهدين الكرام الذين أرحب بهم مرة أخرى في الحوار الصريح بعد التراويح في هذه السهرة الرمضانية الجميلة المفيدة إن شاء الله تعالى. اسمعني يا دكتور موفق الربيعي، تقول الآن للناس أن أصل المذهب إذن وأصل الدين إذن الصحيح بهذا المعنى هو الإيمان بأن الإسلام نص على ولاية علي ابن أبي طالب، نص على هذه الولاية، نص على ولاية علي من بعده. نعم. وأن هذا أصل من أصول فهم الإسلام إذن والدين. لا، الأصول الإسلام يا أخي غير شيء. هذا أصل الإمامة. لحظة بس. ما وزن هذا الأصل في أمر الدين؟ هذا أصل جدا مهم بعملية فهم الدين وقضية جوهرية، لأن هذا هو الذي قسم الأمة الإسلامية من الأول. طيب هل تستطيع أن تقنع حسن مكي والبلوشي؟ لأنه هذا أصل عظيم كما تقول. هذا الذي أريد أن نصل إليه. أنت تتحدث عن أصل عظيم من أصول ولا يوجد في القرآن. هل يمكن أن تقدم إذا كان أصلا عظيما بهذا الحجم، لماذا هل تجد دليلا آخر غير الدليل الحديث الغدير عليه؟ سؤال قيم جدا يا أخي. لي وللجماعة وللمشاهدين طبعا. يعني القضية جدا بسيطة حتى عقليا. يا أخي النص، أنتم نصيين، اذهبوا للنص. هو طلب منك النص. أنا قلت النص وهذا هو النص. طب هذا النص غير صحيح. لماذا لا يوجد في القرآن دين مبني عليه؟ لا يوجد في القرآن. القرآن فيه كل شيء طبعا، فيه تبيان كل شيء. لا، فيه كيف تصلي. نعم. مرتين. نعم. ما في الرسول فخذوه. لا، شوف هذا المغالطة. أنت تقول أنا أقول أنه الدكتور الهاشمي السنة وضحت القرآن. السنة وضحت القرآن، وفي السنة الشريفة المطهرة. والله أنا لا وفي السنة الشريفة المطهرة إنما هناك هذه أشياء بدائية يا دكتور، ولكن أنا أعود إلى أصل الموضوع. أولا القرآن أمر بالشورى وليس الأخلاقيا فقط، وشاورهم في الأمر، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر أمر أن يتشاور مع صحابته، ولذا اتبع هذا المبدأ الإسلامي العظيم طول حياته. ثانيا أنتم مذهبكم فعلا نصي وليس شورى، ولذا نحن لما ذهبنا عند خميني قال نحن أخذنا مجلس الشورى من عندكم، عندنا لا يوجد شورى، نحن عندنا النص، إمام يقول المقلد يقلد. ولذا الشيعة لا يؤمنون بالشورى، ولكن الآن هم اختاروا ولاية الفقيه. ولكن لمرتين يذكر الإمام الخميني بطريقة يعني مو أنت الإمام الخميني سوف نأتي إلى احتمال أن هذه كلها وثائق. هذه كلها وثائق. أنت طلبت مني دليل أن الشيعة يقولون ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأستاذ يقول أنت مفتري. هل وجدت شيء؟ ما وجدته. ما هو؟ أولا لمن أول شيء؟ لمن النص؟ أصول الكافي. أيوة. أصول الكافي. وما وزن أصول الكافي في أصول الكافي في الشيعة. أصول الكافي يا أخي هذا تخصصي، رجال تتكلم. لا أصول الكافي عند الشيعة فيه الغث والسمين. ليس صحيحا. هذا الكلام طبعا للناس. لا فيه السؤال موجه إلي، خلينا أنا أشرح. لا ما هو يريد أن يوضح، هو كمان يريد أن يوضح. أنا الذي تعتمد على أنا الذي أنقل. الآن خليني أنا أنقل. طيب أوكي، أنا ننظم الحوار. ننظم الحوار. أنا سوف أعطيك فرصة تنقل النص الذي تريد نقله من أصول الكافي، وسوف الموفق التعليق عليه. جيد. ولكن قبل أن تعرض نص الكافي سوف استمع إلى ثلاث مداخلات. أولى لأن شركائنا في الحوار يتفرجوا فينا، عايزين نشاركهم. معنا ظاهر الشهراني من الرياض، معنا محمد الغامدي من جدة، ومعنا جاسم البغدادي من لندن. ظاهر الشهراني من الرياض، مرحب بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذي. يا هلا وسهلا. أحييك وحيي ضيوفك الكرام. يا مرحب بك. الله يسلمك. أولا أحيي الشيخ البلوشي حفظه الله، وأقول له بالفعل نحن نحتاج الحوار اللي يكون مع إنسان فاهم ولديه الدليل ولديه العلم الكافي. بالنسبة للدكتور موفق فللأسف توضح لي أنه ليس عالم باللغة وليس عالم بالمذهب الذي ينتمي إليه، فنرجو أنه
اختيار الضيف القادم يكون لا شوف اسمعني اقول لك حاجه، خلينا نتناقشوا الليله، اسمعني، خلينا نتناقشوا خلينا النقاش يمشي، افهمني، الموضوع ساخن وانا عاوز النقاش يكون فيه بادب. ضيفنا محترم ويعرف مبرز في ميدان، وكان عامل البيان الشيعي قبل ايام ويعمل في بلد فيها شيعة وسنة، فهو وعارف الموضوع تبع النقاش. انت تتكلم على حجته، يمكن في النقاش تقول حجته ضعيفة او انك ترفضها